يا ولدي، الدنيا تضيق بس تيجي عند رمضان وتلاقيها فرجت من وسع. عارف ليه؟ عشان القلوب لسه فيها خير، والجدعنة في جيناتنا زي النيل بالظبط. زمان ما كانش فيه كلمة شنط رمضان دي بمعناها المودرن، كان فيه طبق الخير اللي بيطلع من بيت لبيت. والنهاردة الشنطة دي هي اللي شايلة البيوت المستورة في صمت وهدوء. أنا الحاج نينو، إيوه نينو، اللي شاف زمان وشاف دلوقتي. رمضان داخل علينا والناس شايلة هم الأسعار والزحمة، بس سبحان الله تلاقي الشنطة دي ظهرت في كل حتة. تلاقي الشباب متجمعين في مدخل عمارة، واحد بيحط كيس رز، والتاني بيوزن مكرونة، والتالت بيقفل الكرتونة بضمير، كأنهم بيبنوا مستقبلهم مش مجرد كرتونة أكل. الجمال هنا مش في الزيت والسكر، الجمال في الستر، إنك تدي جارك أو حد ما تعرفوش من غير ما تكسر عينه، ومن غير ما العالم كله يعرف إنك عملت كده. زمان يا ولدي كان والدي الله يرحمه يقول لي: يا نينو، الصدقة اللي تطلع والناس نايمة ربنا يبارك فيها وهي صاحية. كنا نشوف الشنط دي بتتحط قدام البيبان بالليل، واللي يحطها يجري عشان محدش يشوفه. دلوقتي بقى في اللي بيصور سيلفي مع الشنطة. يا راجل، هو احنا بنعمل خير ولا بنعمل إعلان لشركة زيت؟ بس يلا، اهو كله خير، والمهم إن الغلبان ياكل ويدعي دعوة من قلب وقت الفطار. عارف ايه اللي بيضحكني؟ لما تلاقي واحد بخيل طول السنة، وأول ما رمضان يهل يقلب حاتم الطائي. تلاقي واقف يفتش في جودة البلح ويقول للتاجر: لا يا عم، ده رمضان لازم ندي الناس أحسن حاجة. أهو رمضان ده هو اللي بيربينا من جديد، بيطلع الإنسان اللي استخبى تحت تراب المشاغل والهموم طول السنة. والنصيحة دي من قلبي يا ولدي، لو هتعمل شنطة حط فيها حب قبل ما تحط عدس. يعني ما تنقيش الحاجة اللي قربت تبوظ وتقول اهو خير وخلاص. لا يا سيدي، ادي الناس من اللي تحب تاكله في بيتك. البركة مش في الكمية، البركة في النية الصفية والضحكة اللي بتهون على الناس أسوأ الأيام. وفي الآخر، رمضان مش بس أكل وشرب، رمضان ده طبطبة من ربنا علينا، وعلينا احنا كمان نطبطب على بعض. الشنطة دي ممكن تكون سبب في إن بيت كامل ينام شبعان ومجبور الخاطر، والستر ده هو اللي مخلي مصر واقفة على رجليها لحد النهاردة، ببركة الناس اللي بتعمل الخير في صمت. انتوا بقى ايه اكتر موقف كده انا شفتوه في رمضان ولمس قلبكم؟ احكولي في الكومنتات وخلونا ننشر الطاقة الحلوة دي وسطنا. رمضان كريم عليكم، وكل سنة وانتم مستورين وجدعان.